ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. واتمنى كده الحاجه اللي انا بقدمها تعجبكم ان شاء الله، ونكون مع بعض كده في ظهر بعض. انا بكبر بيكم وانتوا بتكبروا اكيد بيا، كلنا محتاجين لبعض وكلنا بنكبر ببعض. النهارده هنفطر كده لقمه سريعه علشان عندنا حبه غسيل كده. ربنا يقوينا ويقويكم ان شاء الله على الحاجه اللي ما بتخلصش دي. لا غسيل بيخلص ولا بيت بيخلص ولا حاجه بتخلص، فربنا يقوينا ويقويكم ان شاء الله. دلوقتي ده احنا معانا كده فطار سريع، هنصب حبة الشاي ونشوف هنعمل ايه. شغل البيت ما بيخلصش يا حبايبي، بس هنعمله ايه بقى؟ ربنا يقوينا ويقويكم يا رب. اتمنى كده ان القدمة تعجبكم، وتعالوا افطروا معايا بقى حاجة خفيفة كده عشان نشوف شغل البيت اللي مش بيخلص ده. يلا حبايبي نشوف يومنا هيخلص ازاي، ان شاء الله يخلص على خير، وربنا يقوينا ويقويكم يا رب. ايه يا حبايبي بقى، عندنا حبة غسيل اهوت، قوموا يلا اغسلوا بقى. الغسالة ديت طبعا هي بره عندي، مش في الحمام يعني، عشان ملهاش مكان. والغسالة بتاعتي التانية عفوا اللي هي الاوتوماتيك دي، فبصراحة قلت ايه بقى، دي كمان بتنضف، دي ليها كويسة. قلت بقى ايه اقوم اشغلها ونشوف بقى هنعمل ايه، ونحط الغسيل بتاعنا ياخد بقى دورته زي ما هو عايز. ونبتدي الاول بالابيض، المفروض تبتدي بالابيض الاول وبعد كده الالوان. والله بس انا لقيتها فعلا دي بتنظف احسن من الاوتوماتيك. انا عندي الاوتوماتيك عايزه تتصلح، فقلت بقى ايه، اخد دوره في دي وخلاص. ودي احنا ايه بقى نشتغل مع بعض كده، وبصراحه بتنظف جدا جدا. يلا قومي بقى تنشطي كده وشوفي هتعملي ايه، ونشوف احنا كمان يومنا هيعدي ايه. اه يا حبايبي، حطينا المسحوق في الغسالة وحطينا كلور، ده الدورة البيضاء. تمام. ونخلصها طبعا بتحطيها في الناحية دي اللي هي بتاعة الشطف. ماشي. وبتحطي هنا تصرف ميتها، وبعد كده بتحطي لها مية نظيفة، وبتشيلي من هنا تحطي هنا. اكيد كلنا عندنا نفس النوعيات ديت. وزي ما انا قلت لكم اهي، هي بس ايه على مهلها كده، بتحطي الاريال بتاعك وبتحطي الكلور، وهي بتشتغل على مهلها كده. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. حبايبي شغلنا الغسالة بتاعتنا وسايبينها بقى تشتغل مع نفسها. ومعانا كده سمك مكاريل، زي ما انتوا شايفين متنضف اهو، ومفتوح سنجاري اهو زي الفل اهو. هنعمل بقى البولتي مقلي. طبعا انا مش هقلي البولتي معاكم، انما هنعمل البولتي انا عاملاه قبل كده. هنشوف هنعمل في السنجاري ايه. معايا ورق الومنيوم زي ما انتوا شايفين، عشان اللي ياخد السمكه بتاعته ياخد ايه، ما تلزقش في قلب الصينيه. ماشي.
هنحط كده على قد السمكة نفسها، وهنجيب السمكية كده اهي، هنطبق الورق على قدها كده. نسيت انا جايبه عندي عيدان كزبره تديها ريحه بس مش اكتر. وكمان ما تخليهاش تلزق في الايه، في الالومنيوم الورق دوت او ورق القصدير زي ما زي ما بتقولوا يعني في اي دوله اهو. ومعايا الخلطه بتاعتي، فلفل حامي احمر اخضر، ومعايا الثوم وملح وفلفل وملح وكمون. بس هنيجي بقى هنا تملحيها التمليح العادي خالص، انا مش هكتر عليها حشو اهو. ممكن تجيبي طماطمايه تحطيها عليها، فلفل اللي عندك حطيه. ماشي، تخرطي بقى طرنشات طماطم تحطيها عليه. انا بصراحه مش عايزه اكتر عليها الحشو يعني، في ناس بتعمله بزيت وليمون وخلاص، فانا حاطه دول كده اهو. وعندي شرايح ليمون لو حابه اهو، بس مش اكتر، يعتبر زي اللي معمول بالملح والزيت. مش عايزه اكتر عليه حشو. نجيب الثانيه فرشه بتاعت الزيت اهي. ماشي، وبرده العيدان البقدونس الكزبره او البقدونس دي لو عندك حطيها. ليه بقى؟ تديكي ريحه، وفي نفس الوقت مش هتعمل معاكي هتطلع معاكي ريحه حلوه. وتقطعي الطماطم طرنشات اهو. انا الصراحه مش عايزه اكتر عليه حشو. مش اكتر من كده اهو. ومش هكتر كمان زيت، يعني انا مش هكتر زيت كمان لان هو بطبعه دسم، يعني هو بطبعه دسم. ادي السمك السنجاري في الفرن، هندخله بقى في الفرن، ولما يطلع هوريه لكم ان شاء الله. فاضل سمكية هعملها في صينية تانية عشان ياخدوا راحتهم هنا في الصينية دي اهو. ادي المكاريل السنجاري. ممكن السنجاري يتعمل ببولتي ولا ببولتي، ممكن بولتي كبير، ممكن يتعمل بالبوري، هو اصله البوري، السنجاري اصله بوري، بس اللي موجود ادي احنا بنعمله بيه. ماشي حبايبي، هدخلها الفرن وما تطلع اوريها لكم ان شاء الله. يا حبايبي خلصت الغسيل اهو، شطفته والغسالة عصرته زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. بصراحة دي بتنضف احسن من الغسالة الاوتوماتيك. انا عندي الغسالة الاوتوماتيك بايظة بقى، بس لسه هنصلحها ان شاء الله. بس بيني وبينكم انا مش عايزة اصلحها لان دي احلى، بتنضف وجميلة جميلة جميلة. يلا اسيبكم بقى وايه، وبعد ما اتغدى وبطلع انشر. حبايبي انا خلصت الغسيل ونشرته اهوت ونشف، لان منشره من اول النهار، لان بصراحه وانا جيت عشان انشر معاكم مفيش حد يصورني. بس الغساله دي تحفه 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 في غسيلها زي ما انتم شايفين كده. طبعا الغسيل ما بيخلصش نهائي زي ما انتم شايفين.
الابيض بتاعه تحفة، جميل جدا جدا. واتمنى بقى ايه ان اللي انا بعمله الروتين والحاجات دي تشجعوني بقى. يلا نشوف بقى هنعمل ايه، واتمنى ان حاجتي تعجبكم حبايبي. بنكبر بيكم والله. حبايبي خلصنا السمك السنجاري وخلصنا السمك المقلي وخلصنا الرز والسلطة. بصوا حبايبي اهو السمك السنجاري زي ما انتوا شايفين كده تمام، استوى زي الفل. وافتكرت ان انا عندي كرفس رشيت عليه حبه وهو في الفرن بيخلي ريحته جنان جنان جنان. هو معروف السمك السنجاري او اي حاجه في الفرن بتحطي معاه كرفس بتبقى فظيعه فظيعه. اتمنى تجربوه ونور رضاكم ان شاء الله. وادي السمك المقلي بتاعنا اهو، وادي الرز وادي السلطه وادي البطاطس. واتمنى ان انتوا تيجوا تتغدوا معايا ان شاء الله، وبألف هنا عليكم وعلى اللي هياكل ان شاء الله واللي شايف باذن الله. واتمنى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك يا حبايبي، لان يعني اللايك اللي انتوا بتحطوه بيرفع الفيديو، انت وغيرك وغيرك بتشوفوه. واتمنى كده تكونوا، انا بعلى بيكم وبكبر بيكم وانتوا بتكبروا بيا. يعني اتمنى كده اللي عنده اللي يتمنى ان هو يساعد عزة، يحط لها اللايك ويكتب لها كومنت. والله والله انا بفرح جدا جدا بالكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي. وبتمنى ان شاء الله اللي يكبر خاطري ربنا يكبر خاطره باذن الله. ما تنسينيش يا حبايبي بقى في اللايك والاشتراك، وقولوا لي ايه رايكم في السمك السنجاري. تمام جربوه بجد هتحبوه جدا جدا، خفيف كمان. و... واللي ربنا بيكبر واللي بيكبر خاطر البني ادم ربنا بيكبر خاطره. يلا حبايبي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.